تخص نادي الزمالك وموضوع سيف الجزيري مع نادي الزمالك. والحقيقه دي مش اول مره يعني. سيف الجزيري في بدايه الموسم كان برضه عنده مشكله وما كانش عايز يرجع نادي الزمالك بسبب برضه التجديد والمستحقات اللي هو بياخدها. ونادي الزمالك لتاني مره بيقع في النقطه دي تاني، ان سيف الجزيري ما خدش مستحقات، عايز يفسخ العقد، مع ان هم رجعوه وقالوا له احنا هنديك مستحقاتك وهتبقى الدنيا ماشيه تمام. بس هي الاداره حاليا، اداره نادي الزمالك، هي مركزه على تجديد زيزو. يعني الاداره حتى لو فيها فلوس هي مش هتدفع الحق مستحق، هي مش هتدفع لحد المستحقات، هي هتفضل سايبه الفلوس عيناها علشان تديها لزيزو. وموضوع زيزو بوخ، يعني انا سيبك من اهلاوي ولا زملكاوي، موضوع زيزو مبوخ. انا من وجهه نظري مادام الموضوع طول للدرجه ديت، بنسبه 90% اللاعب مش هيجدد، اللاعب ماشي. وحصلت كتير في اهلي وزمالك، كتير قوي يعني. فموضوع زيزو مبوخ، فاداره نادي الزمالك هي مركزه عايزه تجدد لزيزو، وعايزه تدي كل الفلوس اللي معاها لزيزو.